أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في صباح الخير الكويت. وأعزائي، خلال الأيام الماضية كما ذكرنا قبل قليل تعرضت البلاد لطقس متقلب وعواصف وأمطار رعدية استدعت تدخل الجهات المعنية سواء الداخلية والإطفاء والإشغال أو الكهرباء والماء وغيرها من الجهات الخدمية. هذه التقلبات والطقس غير المستقر بالتأكيد مشاهدينا يفرض على كل واحد من اتخاذ بعض التدابير والاحتياطات سواء كان في المنزل أو في الطريق أو في مقر عمله. هذه التدابير والإجراءات الوقائية نتعرف عليها من خلال الملازم الأول رضا محمد السلمان ضابط قسم الإعلام ومسؤول التواصل الاجتماعي بالإدارة العامة للإطفاء. ولكن بعد هذا التقرير ثواني ولا تبعدوني. استنفرت حالة الطقس غير المستقرة التي سادت البلاد خلال الأيام الماضية جهود جميع الجهات ذات الصلة للتعامل مع الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية وما خلفته من حوادث متنوعة. فقد أعلنت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الإدارة العامة للإطفاء أن قياديها في حجز جزئي لحين استقرار الأحوال الجوية في البلاد، مضيفة أن البلاغات التي تلقتها عمليات الإدارة العامة للإطفاء تراوحت بين حرائق وإنقاذ أشخاص عالقين في مركباتهم واحتجاز عوائل في منازلهم بعدما غمرت مياه الأمطار سراديبهم. وعمل رجال الإنقاذ على إخراجهم بواسطة السلالم وسحب المياه عن طريق المضخات المحمولة والمقطورة. وقد تم تطبيق خطة الاستعداد لموسم الأمطار على أرض الواقع والتي نجح تطبيقها بشكل صحيح. إذن نرحب بالملازم أول رضا محمد السلمان ضابط قسم الإعلام ومسؤول التواصل الاجتماعي بالإدارة العامة للإطفاء، ونقول حياك الله معنا بالاستديو. الله يحييك. حياك الله. نتعرف على جهود الإدارة خلال الأيام العصيبة الماضية في الأمطار الغزيرة ما شاء الله اللي نزلت على الكويت. نعم، لله الحمد. بداية بسم الله الرحمن الرحيم، صبح بالخير على جميع السادة المشاهدين. الإدارة العامة للإطفاء يعني وكانت مستعدة قبل فترة لهذه الأمطار ولله الحمد. يعني احنا شفنا أنها أمطار خير، وطبعا كان في هناك تحذيرات من إدارة الأرصاد الجوية بأن هذه السنة من المتوقع أن تكون أمطار غزيرة على بلدنا الكويت. صحيح. طبعا الاستعدادات كانت جارية على قدم وساق، تم توزيع المضخات المحمولة والمقطورة، لأن احنا من المتعارف عليه أن في هذه الفترة يكون في هناك إغلاق للطرق، يكون في هناك سراديب أيضا تغمر بالمياه. صحيح. من خلال التجارب أيضا نحتاج احنا القوارب المحمولة أو المقطورة اللي نتمكن من خلالها من إنقاذ الأشخاص المحتجزين في مستنقعات المياه. لله الحمد يعني هذه الأمور كانت مجهزة وتعاملنا يعني من خلال الحادثة الحمد لله. لم يكن عندنا يعني في هناك إصابات كثيرة، لم يكن في هناك يعني تأخر في التجاوب مع هذه البلاغات. كنا نتلقى البلاغات يعني خلال 24 ساعة تلقينا فيها 122 بلاغ. طيب أصعب هذه البلاغات ملازم أول رضا سلمان، يعني أصعب بلاغ وصلكم وصعوبة أيضا في التعامل معه؟ نعم والله كان أصعب بلاغ عندنا هو احتجاز شخص داخل يكرم السامع منهول للصرف الصحي على شاطئ العقيلة. طبعا هذا البلاغ يعني يأتي نتيجة إلى اليوم عدم اتباع ارشادات او الامور الوقائيه اللي قاعده تقدمها جميع الجهات الحكوميه، خصوصا ان احنا اليوم انا ودي اشكركم امانه، يعني احنا سمعنا الشكر من جميع الجميع، لكن اليوم احنا نوجه الشكر الى وزاره الاعلام بجميع قطاعاتها، كانت متفاعله مع الحدث. للامانه دوركم كان يوصل رسالتنا التوعويه الى جميع المشاهدين او المستمعين من خلال اذاعه دوله الكويت. احنا اللي نبي نقوله اليوم الحادث الصعب اللي شفناه ان في هناك احد الاشخاص احتجز داخل هذا المنهول، وكان عندنا احنا كنا نصارع الزمن لان الماء كان في طبعا حاله المد. هذه الصوره معانا. نعم هذه الصور. فيعني الوقت كان ضيق جدا، فيعني اتخذت خطه بان يتم عمل ثغب من خلال هذا المنهول واخراج هذا الشخص، لله الحمد انه كان على قيد الحياه. الحمد لله، يعني سلم من شر الوضعيه نفسها. نعم الواقعه هذه كانت ممارسه رياضه السباحه اثناء
يعني الجو غير مستقر. كلش مو وقتها، سباحه من فوق المطر ما شاء الله. كفايه ترى نعم. فلما دخل داخل الامواج كانت عاليه، مع يعني قوه الامواج كانت تتفاعل الداخل، لم يستطيع الخروج. والمشكله ان كانت موجوده ان البحر كان في حاله مد، يعني كان عندنا 45 دقيقه فقط لانقاذه، اذا لم تتم يعني كان راح يتغير الوضع. جزاكم الله بصراحه. جزاكم على القوه. طيب احنا نعرف بان لازم في تدابير معينه يتخذها مثلا اهل البيت او خلينا نقول السكان بشكل عام. نعم. شنو هي هذه التدابير اللي تحرصون انكم تاكدون عليها؟ نعم، احنا قبل بدايه موسم الامطار يفترض ان صاحب المنزل يقوم بعمل تنظيف شامل لجميع المجاري، مجاري الصرف الصحي، لان احنا اللي قاعدين نعاني منه مو بس بالحوش، حتى بالسطح. حتى بالسطح بالتاكيد، لان السطح هو الاساس، راح يكون في هناك تسكير للمجاري، ومن ثم طبعا يعدل الخرير ويعني تلف حتى اليوم الدائره الكهربائيه. احنا لما نقول انه اذا كان في تسكير وفي ماء راح يكون عندنا تماس كهربائي، وهذا فعلا يعني احنا تلقينا اكثر من حادث حريق سبب التماس الكهربائي بسبب طبعا مياه الامطار. عندنا اليوم ايضا احنا دائما اليوم ننصح الاخوان المواطنين والمقيمين بعدم الخروج في حال الامطار الغزيره، البقاء في المنزل، الخروج يعني فقط للضروره القصوى. نعم، حتى لا يتعرضون الى طبعا الاحتجاز في المستنقعات المائيه في بعض الطرق. عندنا احنا قاعدين في اليوم حتى اليوم ننصح الاخوان المواطنين بضروره اليوم يعني اعطاء ارشادات الى اليوم الخدم اللي عندهم موجودين او الاعمال المنزليه، لان احنا قاعدين نشوف ان وزاره الاشغال قبل كل عام قبل موسم الامطار قاعده تبذل يعني مجهود كبير في تنظيف مجاري الصرف الصحي. صحيح. للاسف ان الخادم هذا لا مسؤول طبعا، او انه هو لا يملك يعني المعرفه التامه في هذا. صحيح. يقوم بالتنظيف واغلاقها من خلال الاوساخ اللي موجوده. هذا ايضا تؤثر على يعني بعض الطرق. طيب هذا بالنسبه حق المنازل والتدابير لازم تتخذ في المنازل. طيب نعم. في مقار العمل الملازم اول رضا سلمان، شنو ممكن الواحد ممكن يتخذه من خلال وجوده في مقر عمله من تدابير وقائيه يحترز من خلالها من هذه نقول حالات الطارئه؟ نعم، يعني احنا الحمد لله احنا اللي قاعد نشوفها ما فيها خطوره هي داخل مقر العمل. حتى بالمنازل يعني اذا كان واحد موجود، احنا المصاعد هي طبعا ممكن انها تتعطل مع طبعا انقطاع التيار الكهربائي. صحيح. وهذا ايضا تعاملت معها فرق الاطفاء خلال الفتره الماضيه بسبب انقطاع التيار الكهربائي. احنا نقول اذا كان في هناك بالمنزل اذا كان انه يحط يعني او يختار المصعد في حال انقطاع التيار الكهربائي انه يفتح بروحه، ينزل لاقرب دور ويفتح، هذا موجود. في هناك بطاريه تعمل، في هناك مولد كهرباء احتياطي بامكان الواحد ايضا يضعه لتفادي الدري. ايش في الدري؟ حلو رياضه وكذي صحه نعم. ويحرق كالوري، فما يحتاج الاسانسير بصراحه. سبحان الله ساعات واحد يكون في عمارات يمكن عاليه وبالتالي يستصعب ومن يمكن الخرعه. طيب ذكرت حضرتك بان مثلا المفروض ان نشيك المناهيل، الشبكات في البيت سواء في الحوش في السطح، ما نستخدم المصاعد مثلا، غيرها من الشغلات المفروض او بسيطه يعني جدا لكن مهمه في حال المطر مثلا. الكهرباء عندنا احنا نبي نتكلم شويه عن المفروض نسوي في الكهرباء. في بريكر. البريكر هذا هو اذا فصل التيار الكهربائي عندنا معناته انه في خلل. اذا هذا الجهاز اللي يفصل هو اسمه البريكر، احنا العاده نرد على طول، نحاول نرد نشغله مره ثانيه. طبعا هو اذا فصل معناته ان هذا يعمل بصوره صحيحه، يعني هني لو انه هو ما عمل راح يصير عندنا حريق. فيعني هذا لابد ان ايضا ان نجيب فني كهربائي ويفحص ويشوف، يتاكد من الاناره اللي برا موجوده هل هي معرضه للماء ولا لا. عندنا ايضا اسلاك قد تكون مكشوفه مثلا. نعم، اسلاك الاناره الخارجيه. عندنا ايضا اليوم اذا صار لا قدر الله يعني انقطاع بالتيار الكهربائي، عدم استخدام الشموع، استخدام الليتات اليدويه هذه افضل، لان احنا نخاف دائما من الشموع خصوصا اذا كان في اطفال. معروف ايضا ان الشموع يعني تؤدي اي مصدر اشتعال يؤدي الى حرائق. طبيعي. طيب بالنسبه حق حالات البحر واللي يبي يطلع بحر او بيعاند نفسه ويبي يطلع البحر، فشلون تعاملكم معاهم؟ احنا هذه المشكله اللي نعانيها للامانه. رواد البحر سواء مرتادي البحر من الشاطئ او اللي هم اهل القوارب، دائما ننصحهم باتباع يعني متابعه الارصاد الجويه اولا باول، متابعه وسائل الاعلام. ندري احنا ان طبعا الحداق وده يروح يطلع، يعني هذا الموسم خصوصا ما شاء الله الحين الجو حلو، لكن احنا نقول له ما يخاف تريث، انت تابع الارصاد الجويه. اليوم ما شاء الله عليهم اداره الارصاد الجويه عندهم ابلكيشن في الهواتف الذكيه يعطيك تنبيه اول باول، واحنا للامانه قاعدين نستفيد منه بالاداره العامه للاطفاء. نتمنى الجميع انه يتابع هذه الارصاد لسلامتهم اولا يعني واخيرا. طيب عندكم موقع الكتروني وايضا اكيد ارقام هاتف يا ترى نذكر فيها الساده المشاهدين عشان نتواصل معكم في حال المطر وغيرها من الطوارئ. نعم، احنا عندنا اولا بالبدايه مواقعنا خصوصا على التواصل الاجتماعي، الانستغرام اوفيشال KFSD، وعندنا على التويتر official_KFSD، بالاضافه الى البوابه، بوابه الاداره العامه للاطفاء الالكترونيه اللي هي www.kfsd.gov.au.
gov.kw. وارقام هواتفنا طبعا على 112 العمليات المشتركه. هذا الرقم الاساسي 112. نعم. في ارقام ثانيه؟ في ارقام ثانيه عندنا في حال لا قدر الله يعني تعطل الهاتف الامان، عندنا اللي هو 24822021 24822021 او 5. هذه ارقام او هواتف عمليات الاداره العامه للاطفاء المباشره. يعني استعداداتكم على قدم وساق، ويمكن في خطط يمكن اللي جايه خلينا نقول الحالات اللي جايه ان شاء الله على الخير يا رب العالمين. نعم. استعدادات الاداره نفسها شلون راح تكون بمنهاجيه مختلفه عن سابقتها، ولا هي نفس السيستم يتكرر في كل مره؟ لا بالتاكيد كل سنه تختلف طبعا على حسب حاله، بالاضافه الى اليوم التطوير وايضا سرعه الاستجابه. احنا في هذه الحاله طبق عندنا الحجز الجزئي على جميع قياديين الاداره العامه للاطفاء. نعم. يعني في حال الامطار هذه على طول قيادينا كانوا متواجدين في مقر اعمالهم، كانوا على متابعه الحدث اولا باول، وعلى راسهم طبعا سيدي مدير عام الاداره الفريق يوسف عبد الله الانصاري. ما قصرتوا وقواكم الله، ودائما على قدم وساق، يعطيكم الصحه والعافيه. كنا الرياضه بعد تبي طوارئ. الرياضه موجوده طبعا. كل شكر لضيفنا الملازم اول رضا محمد سلمان، ضابط قسم الاعلام ومسؤول التواصل الاجتماعي بالاداره العامه للاطفاء. وفعلا ننتقل الى زميلنا مناف عبد الرحمن الشكناني والاخبار الرياضيه. طبعا راح نشوف الكلاسيكو السعودي ووقف رياضه السله الكويتيه وغيرها من اخبار الليغا والكالتشيو مع مناف الشكناني. خليكم معنا. مناف، عطنا ما عندك، واذا بغيت طوارئ موجودين عندنا اداره الطوارئ، لك الهواء.